السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا في قناتكم قناة عين العالم، والتي تأتيكم بكل ما هو جديد. متابعينا، فيه سائل يقول: خويا دفعت دوسي سوسيال في 2019 في الدائرة تاع الثانية وهران، ما بان والو، راه عندنا الحق في السكن الاجتماعي، من فضلك الجواب. وعاودت دفعت في المنظمة نتاع وهران، ما كان والو. يا أخي العزيز، بالنسبة للسكن الاجتماعي كاين زوج فئات اللي عندهم الحق، اللي هما الإمبليسيين في إطار مكافحة الإرهاب. لازم تكون أصبت بعطف في إطار مكافحة الإرهاب. أما الفئة الثانية اللي تستفيد كذلك، اللي عندهم نسبة عطب تفوق 60%. يعني كاين زوج اللي يستفيدوا من السوسيال، السكن الاجتماعي، تكون مبليسي في إطار مكافحة الإرهاب، ولا عندك نسبة العطب تفوق 60%، تفوت 60%. للسؤال الموالي من قادة: أنا عملية جراحية لارني ديسكال، يدي ولا ما يديش؟ يا أخي العزيز، بالنسبة لارني ديسكال راه يدي، منسوب للخدمة، مرض منسوب للخدمة، يدي بربي إن شاء الله. للسؤال الموالي حبيت نسقسيك: هل تعمم منحة العطب على الجميع أم لا؟ من جمال زطار لا باش كيف. يا أخي العزيز، بالنسبة لمنحة العطب بإذن الله تعالى فيه خير كبير، سيعم بالفائدة على الجميع بربي إن شاء الله. من 92 إلى 2011 الناس كامل تستفيد بإذن الله تعالى. أحسبها يا خويا العزيز. وشنو هو مع الوقت؟ لا أقول لك في سنة 2023 أو 24، هذه أوفيسيال. للسؤال الموالي من لينول الطبخ وحلويات: سلام أخي الكريم، أنا زوجي توفي العام الماضي وهو متقاعد، ترك لي 4 أولاد، وترك لي طفلة من زوجته الأولى المطلقة، وتريد الطفلة أن تستفيد من معاش باباها، مع العلم أنها متزوجة ومطلقة. هل لديها الحق أم لا؟ أرجوك سيدي أن تجيبني. نعم سيدتي الكريمة، عندها حق إذا كانت مطلقة، عندها الحق إذا كانت مطلقة. للسؤال الموالي: هل من جديد على 18+6 توفيق تالي؟ يا أخي الكريم، 18+6 اللي عنده ملف يدي يتبعوا في الصيامات، راهم يشدوا، راهم يعيطوا، وبالدليل، وأنا بالدليل نعرف ناس فوتوا داروا الخبرة الطبية بالدليل. يا أخي الكريم، للسؤال الموالي: السلام عليكم، واش هذه تاع اللي عنده 35% الفوق العطب يدي سكنة في السوسيال في الدائرة نتاعو؟ قانون جديد راهم يقول. يا أخي الكريم، بالنسبة للسوسيال ماشي لازم، ماشي 35% الفوق، 60% الفوق، لازم تفوق نسبة العطب 60% باش تجي يكون عندك الحق في السوسيال. هذه يا أخي الكريم معلومة أي غلطة، تأكد يا سيدي الكريم. 60% ما فوق. للسؤال الموالي من نجوى: سلام، عندي منحة عطب دايمة تقدر ب60%، نخلص 1130، إني متقاعدة مدنية وشكرا. هل هذه هي الشهرية؟ هذه يا سيدتي الكريمة منحة عطب فقط. منحة التقاعد حاجة أخرى، هذه نسبة عطب فقط، ولكن الحق في منحة التقاعد. للسؤال الموالي من جمال الأبيض: أخي مشكور على التوضيحات، ولكن لدي تعقيب على فيديوهاتك، لماذا لا تذكر تاريخ الفيديو الذي تتحدث فيه؟ لم أفهمك يا سيدي الكريم. للسؤال الموالي من محمد بوسنة: أنا مشطوب تأديب، دفعت ملف تكميل في الأضراس وهرا، شدوا علي الملف
والنيميرو تاع التليفون في رمضان اللي فات مازال ما بان والو. من فضلك أخي العزيز، مادام أخي العزيز شدوا عليك الملف التكميلي وداو النيميرو نتاعك، راك يا أخي العزيز بصحتك كما نقولوا بصحتك. للسؤال الموالي من محمد السابق: السلام عليكم، شكرا على المجهودات. سؤالي هو أنا متعاقد ودفعة 96 2004، ملف طبي عسكري وتم تسويتي كما الموب، فمع جندي احتياطي وحتى بطاقة ضمان في رتبة، وأنا لست جندي في دفتر عسكري وشهادة الشر. نعم أخي العزيز، كما فعلوا معك هذا هو حقك يا سيدي الكريم. عندك منحة تكميلية ومنحة العقب وفقط، لأن منحة التقاعد يجب أن تكون مدة الخدمة من 15 سنة فما فوق. للسؤال الموالي من عبد قسنطين: أشكرك على كل مجهوداتك وأدعو الله أن يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله سيدي الكريم. سؤالي هو: لماذا جميع الفئات مدنية وعسكرية استفادت من الزيادات في الأجور إلا فئة أفراد الطبيعة العشرية السوداء؟ نعم يا سيدي الكريم، أجبت على مثل هذه الأسئلة. بالنسبة للموب ماشي غير الموب، كاين تاني فئات من المشطوبين. الموب اللي ما خدموش مدة 15 سنة فما فوق، هادو عندهم الحق في، كاين اللي عندهم منحة الحق في منحة تكميلية ومنحة العطاء، وكاين اللي عنده الحق في منحة الصرف من الراتب زائد العطاء، ما عندوش منحة التقاعد لأنه ما خدمش المدة الفعلية 15 سنة فما فوق. فهمت يا سيدي الكريم؟ للسؤال الموالي من ماب إيراق: من فضلك أخي، أنا حرفي نسبة العجز تاعي 50% وعندي بطاقة العطب، هل منحة العطب مثل 10% أو أكثر، مع العلم أني ندي في 1440 دينار جزائري وشكرا. نعم سيدي الكريم، بالنسبة لنسبة العطب نسبة العطب التي تفوق 35% راهم يديو كما 10%، من 10 إلى غاية نقولوا 50% ولا 59% راهم يديو كيف يديو نسبة عطب هي نفسها نفس 10%، من 10 إلى 59% اللي هي تعادل 1440 مليون و440 ألف. أما بالنسبة لهذه المنحة فتزيد عندما تكون من 60% فما فوق. والشيء الذي يسمى الشيء اللي فايت 10% من 35% عندك الحق في منحة العطاء، ماشي منحة العطاء، عندك الحق في بطاقة العطاء. هذا هو الشيء اللي زايد، ماشي زايد في الدراهم، يعني تخلص كما واحد يدي 10% 1440. وشنو هو عندك الحق في بطاقة العطب عندما تعادل أو تفوق نسبة العطب نتاعك 35% فقط، راكم تخلصوا كيف 1440. هذا هو حق سيدي الكريم، وفيها خير يا سيدي الكريم فيما يخص منحة العطب. للسؤال الموالي من بن طيبة المهدي ونوطي: أنا معطوب من أفراد الخدمة الوطنية سنة 1986 نسبة 30%، هل عندي الحق في منحة الزوجة وشكرا؟ سيدي الكريم، أجبنا على مثل هذه الأسئلة. بالنسبة للموب وكذلك المشطوبين الذين لم يتم الخدمة الفعلية 15 سنة فما فوق، عندهم منحة الصرف زائد منحة العطب أو منحة التكميلية زائد منحة العطب وفقط. متابعينا الأعزاء، إن شاء الله في خير كبير يا رب العالمين. تأكدوا هذه البلاد يا خوتي
فيها خير كبير إن شاء الله سيعم بالفائدة على الجميع بإذن الله تعالى، وبلادنا ما فيها غير الخير يا ربي. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه، ولتساؤلاتكم اكتبوا في التعليقات ونجيب. السلام.